لازم كلنا نبقى عارفين ان طريق ال1000 ميل بيبتدي بخطوه، واحد اكبر اثار التفوق والنجاح هو البدايه الصحيحه. الخطوه هي دور ال 32 في كاس مصر، والبدايه الصحيحه هي انتصار النادي الاهلي على نادي الالومنيوم بنتيجه 1-0. في البلاس 90 النادي الاهلي بيكسر صمود نادي الالومنيوم بهدف اكتر من رائع وقاتل لمحمد هاني في ليله اهدر فيها مهاجم النادي الاهلي وسام ابو علي هدف من ركله الجزاء. والجميل والجدير بالذكر ظهور اثنين من شباب النادي الاهلي في القائمه الخاصه باللقاء، هما احمد عبدين مساك الفريق ومحمد عبد الله الجناح. النادي الاهلي هيواجه ان شاء الله اللقاء القادم في كاس مصر في دور ال16 نادي فاركو. نتمنى التوفيق للمارد الاحمر. قانون الاحترام بيقول ان لم نتعاون فعلينا ان نتنافس، وان لم نتنافس فعلينا ان نتبادل الاحترام. اللي يجي على جمهور النادي الاهلي يسد، لان جمهور النادي الاهلي وراه اداره بجد. اللي عملته اداره نادي بيراميدز في رفع قيمه التذكره ل 200 جنيه في الدرجه الثالثه، جمهور النادي الاهلي هيرد عليهم وبقوه اثناء اللقاء. اما عن اداره النادي الاهلي ما استنتش، ردت وبكل قوه، تحملت قيمه تذاكر اللقاء لجمهورها، وكمان فرضت الفتره اللي جايه ان شاء الله ان قيمه التذاكر اللي جايه بتاعه لقاءات النادي الاهلي هتبقى قيمتها 50 جنيه. اما عن جمهور النادي الاهلي بقى اللي بيرد من دلوقتي، اتدرب في لقاء الالومنيوم في ان هو هيقعد في مدرجات بيراميدز ولابس التيشيرت وهياخد الوجبه وهياخد الفلوس، وبعد كده هيتنقل له مدرجات النادي الاهلي ويقلع التيشيرت بتاع بيراميدز ويرميه. وحين الحديث عن تصريحات كولر بعد اللقاء وضح اللقاءات دي ولقاءات الكاس بالاخص تكسب ولا تلعب. لو رجعتوا بالذاكره كده لتاريخ النادي الاهلي هتعرفوا ان اللقاء الخاص بدور ال 32 في كاس مصر في السنه الماضيه احنا عملنا ايه؟ ضيعنا ضربه جزاء واحرزنا هدف في الدقائق الاخيره وانتصرنا وصعدنا لدور ال16، وانا بعتبر ده تميمه الحظ. في سؤال الصحفي ليه بعد كده قال له ليه اللعيبه ما كانتش مركزه؟ قال له سؤال التركيز ده تساله للعيبه ما تسالوش ليه، لان كل لعيب هو المسؤول عن التركيز وانه يكون مركز جدا في اللقاء. بس احب اقول لك عدم الانسجام، لان انا عملت تغيير كتير في التشكيل فاللعيبه ما لعبتش كتير مع بعض، فعشان كده ما كانش فيه نوع من انواع الانسجام. وسؤال ذكي بقى من الصحفي، او بمعنى اصح عايز يوقع كولر او عايز يعمل خلاف ما بينه وبين حراس المرمى، ساله قال له مين اللي هيلعب في لقاء بيراميدز اللي جاي، اوفا ولا محمد الشناوي؟ قال له من الاخر وبضحك وبسخريه كده، قال له انا اتفقت مع الاثنين حراس وكلمتهم وعرفتهم مين هيلعب اللقاء ده او مين هيلعب اللقاء القادم او لقاء بيراميدز من بدري قوي. فعشان كده لو عايز حضرتك تعرف مين اللي هيلعب في اللقاء القادم لقاء بيراميدز، اقعد وشاهد النادي الاهلي ان شاء الله مع نادي بيراميدز يوم الاثنين القادم، هتعرف مين اللي هيلعب. وعن سؤاله برده ايه موقف اللعيبه وتدوير اللعيبه معاك واللعيبه مواظبه معاك وحابه اللعب او لا، قال له سياسه التدوير اللعيبه ما بتحبهاش في مصر. اللعيب عايز يلعب 90 دقيقه ومش عايز يتغير، بس لازم اللعيب يبقى عارف ان انا صاحب القرار الاول والاخير. ويعد احد اغرب التصريحات اللي ممكن تسمعها في حياتك هو تصريح متعلق بصراع القمه بين النادي الاهلي ونادي بيراميدز حول اقتناص الدوري هذا العام. التصريح ده جاي منين بقى؟ من حد فريقه بعيد كل البعد عن المنافسه، هو فريق نادي الزمالك. لعيب نادي الزمالك السابق هو بشير التبعي وضح في احد البرامج التلفزيونيه للاعلام اللي قاعد قدامه لما ساله قال له هو ممكن نادي الزمالك يفوت اللقاءات القادمه لنادي بيراميدز؟ رد كده بكل قوه وبكل شجاعه قال له ايه المشكله؟ ما الزمالك حر. وفي نص الحلقه قال له لا بس ما اعتقدش نادي الزمالك بحجمه وقوته يقدر يعمل حاجه زي كده او يفوت لقاءات. في اخر الحلقه بقى تراجع عن كل الكلام ده وقال له ايه المشكله؟ ما الزمالك حر. لو جينا بقى تحدثنا عن ابرز الاخبار المتعلقه بالمارد الاحمر والقلعه الحمراء، هم تحديدا 3 اخبار، ابرزهم خبرين جيدين ويليهم خبر سيء جدا. الخبر الاول الجيد يعتقد البعض انه جيد والبعض الاخر يعتقد انه مش جيد، هو تمديد التعاقد لاحمد عبد القادر مده 3 مواسم قادمين ان شاء الله. احمد عبد القادر الفتره اللي فاتت كان دون المستوى، وكمان قفل المده كمان دي بان هو عنده اصابه لمده 4 اسابيع، جزع في الرباط الخارجي للركبه، فاللعيب هيغيب 4 اسابيع وكمان هيعود هو اصلا كان دون المستوى الفتره اللي فاتت، فتخيل لما يعود الفتره الجايه هيكون طبعا لسه مستواه مش فت. فالغريب بالذكر كده ان ازاي اصلا اداره النادي الاهلي تجدد للعيب ده على الرغم ان كان في لعيبه تستحق الفرصه واكتر من الفرصه دي وهو اللي خد الفرصه دي. فاتمنى في الكومنتات متابعين يكتبوا كده ان كان عندي حق في وجهه نظري ان احمد عبد القادر دون المستوى دون النادي الاهلي، او اللعيب ده من وجهه نظركم انه يستحق فرصه ثانيه. اما عن الخبر الثاني بقى الجميل في النادي الاهلي ان كولر بفرمان منه رقى كده امام عاشور في مرتبه انه يعادل الفئه الاولى في الفريق، فئه النجوم المتعلقه بالفرقه، يبقى ده مشروع الفريق لموسم ان شاء الله او كاس العالم 2025. معنى اصح بيوصل للعيب كده ان انا عندي ثقه فيك، فعشان كده همدك بالجزء المادي وهدعمك وهقويك لان انت تستاهل اكتر من كده امام عاشور. وحقيقه شابوه لامام عاشور الفتره اللي فاتت، هو لعيب هايل جدا من افضل الصفقات وصفقه القرن بالنسبه للنادي الاهلي. اما بقى عن ثالث خبر، الخبر اللي سيء جدا هو انتقال كريستو لنادي الصفاقس التونسي. صفقه كده بمعنى اصح بلوشي للنادي الاهلي. النادي الاهلي ما استفادش اي حاجه من الصفقه دي سوى النادي الاهلي بعته كده مجاني لنادي الصفاقس. ازاي يا عم الحاج اللي انت بتقوله ده؟ ايوه زي ما بقول لك كده، نادي الصفاقس هيتحمل بس مرتب الراجل. طب اللعيب عمل ايه بقى مع نادي الصفاقس عشان بيدل لك بقى حجم كراهيته للنادي الاهلي وكولر وان عدم مشاركته وان انتوا دفنتوني بعد ما كنت لعيب دولي؟ عمل ايه؟ خفض الراتب بتاعه هناك، يعني انت كمان وديته مجاني سنه اعاره وكمان الفريق هيدفع له مرتب، والمرتب ده كريستو خفضه. ده بيقول لك بمعنى اصح ان انا مش جاي
لكم تاني وانا عايز العب واثبت نفسي ومش جاي الاهلي تاني. طب ايه اللي تم كمان؟ نادي الصفاقس خلاص المفروض مفعلين بند الشراء ما بينه وما بين النادي الاهلي بعد عام بالظبط. نادي الصفاقس لو حب ياخد كريستو هيمضي كريستو بمليون دولار، يعني قيمه بسيطه جدا على لعيب جوهره زي ده. طب النادي الصفاقس هيختار النادي الاهلي امتى بالظبط؟ تحديدا في شهر 6 2025. في اللحظه دي لازم يختار تحديدا النادي الاهلي ان انا عايزه بحقيه شراء، وانا اؤكد لكم نادي الصفاقس ان شاء الله في اخر السيزون ده هيطلب شراءه، وان كريستو هيروح من النادي الاهلي وهنبقى ما استفدناش منه ولا جوهره ولا موهبه ولا استفدنا منه ماديا. لو جينا بقى اتنقلنا لفقره سوق انتقالات النادي الاهلي، ودي الفقره المحببه لعشاق قناه ابراهيم مشفي. تحديدا في بدايه الامر هنتكلم عن ابرز حاجه كانت ظاهره في الساحه دلوقتي، هو توقيع اللعيب يوسف ايمن نجم نادي الدحيل القطري واللي بيحمل الجنسيه المصريه والقطريه الى النادي الاهلي لمده سنه على سبيل الاعاره. طب قيمه الصفقه دي ايه؟ عشان تبقى عارف الصفقه دي تمت ب 600 الف دولار بما يعادل 28 مليون جنيه مصري، 950 الف جنيه. قيمه كبيره على لعيب لمده سنه وسنه اعاره واحده، ولكن لعيب هايل جدا. اقول لك ليه بقى؟ لان اللعيب ده من المميزات بتاعته ان هو حاليا دلوقتي قلب دفاع، وده اللي كولر محتاجه، وكمان عنده 25 سنه لسه صغير، وكمان طوله 190. طب اللعيب ده ايه المواصفات الثانيه عنده؟ اللعيب ده النادي الاهلي هيسجله محلي. ليه؟ لانه بيحمل الجنسيه المصريه والقطريه. يجي واحد يقول لي طب هو ما ينفعش يلعب في منتخب مصر؟ اقول لك لا، ما ينفعش يلعب لانه شارك مع منتخب قطر في بعض اللقاءات الدوليه، فعشان كده ما ينفعش يمثل منتخب مصر، فهو لعيب دولي قطري. معنى ان انت تجيب لعيب دولي قطري لاعب على المحك ده وفي الدوري القطري القوي جدا وتجيبه النادي الاهلي، فدي حاجه كويسه جدا. طب تعالى بقى نتكلم اللعيب ده بالظبط يعني ايه مواصفاته، اللعيب ده لعب فين قبل كده واحداثه ايه. اللعيب ده لعب في ناشئين النادي الاهلي في مواليد 2009، متخيل؟ يعني من ناشئين النادي الاهلي. عشان كده لما بصيت في البرومو بتاع توقيعه وضح لك كده ان بعض صور وطلعها والده شايله، ووضح لك ان هو من عشاق النادي الاهلي وكان بيتمنى يلعب في النادي الاهلي وربنا حقق له حلم الطفوله. طب اللعيب ده مساهمته ايه مع نادي الدحيل بقى في الموسم ده 2023 2024؟ لعب تحديدا 24 لقاء مع نادي الدحيل، احرز هدفين وصنع هدفين، فده جميل جدا ان لعيب مدافع يافع كده جميل لسه صغير في السن ان هو يكون عنده 4 مساهمات تهديفيه في الدوري. جميل كده وجدير بالذكر ان يكون مدافع بيصنع وبيهدف، ده الغريب عن المدافع. احب اقول لك بيطلع كور، لعب حجم مشاركاته، لكن فكره انه يجيب جونين ويصنع جونين دي حاجه كويسه وهيفيد النادي الاهلي ان شاء الله. زي محمد عبد المنعم هو بيهدف كده، عايزين مدافع من قلب الدفاع يقدر يهدف ويقدر يصنع. طب حجم بقى مشاركاته مع منتخب قطر ايه؟ لعب مع منتخب قطر 8 لقاءات دوليه. اول لقاء ليه بتشيرت منتخب قطر تحديدا كان بتاريخ 11 6 2024 الماضي. صفقه كانت قويه جدا للنادي الاهلي، نتمنى ان شاء الله الفتره الجايه اللعيب ده يضيف للنادي الاهلي. واحب كده اطلب منكم ان توضحوا لي كده تقييم الصفقه دي في الكومنتات كده عشان نبقى عارفين الصفقه دي من وجهه نظركم هتنجح مع النادي الاهلي ولا مش هتنجح. لو جينا بقى اتنقلنا للمرحله الثانيه المتعلقه بالنادي الاهلي، بيسعى سعي قوي جدا ودائم حول الوصول الى خط هجوم قوي جدا. ابرزها النادي الاهلي كان عايز يوقع مع مهاجم اجنبي بشكل قوي جدا، وده اللي كولر اكد عليه وطلبه من اداره النادي الاهلي. اي نعم احنا وقعنا مع وسام ابو علي، بس النادي الاهلي محتاج مهاجم ثاني. في البعض يرى ان لا، وسام ابو علي احنا عايزين نعتمد عليه، هو مهاجم اول ويمتلك قدرات انه يقوينا ويدعمنا الفتره اللي جايه. وفي ناس بتتكلم او جزء ثاني بيقول لك لا، لازم مهاجم جنبه يصارعوا هما الاثنين، ده يجيب اجوان وده يجيب اجوان وده يصارعوا على المشاركه الاثنين، فيستفاد النادي الاهلي ونستفاد كجماهير ويستفاد كولر بالاخص، وده اللي كولر بيدور في دماغه. بس النادي الاهلي دلوقتي بقى بيسعى على لعيبه كتير جدا، ابرزها لعيبه في اوروبا، وادق وابرز التفاصيل في اللعيبه دي هم 3 لعيبه كولر شاور عليهم، 2 بيلعبوا في الدوري السويسري وواحد بيلعب في الدوري الروسي. لو جينا بقى تحدثنا على اولى اهتمامات النادي الاهلي في الخط الامامي، هو اللعيب جوناثان اوكيتا نجم نادي زيورخ السويسري صاحب ال 27 عام اللي بيحمل الجنسيه الالمانيه ولكنه اتولد في الكونغو. اللعيب ده طوله 181 سم وبيرتدي رقم 11 في نادي زيورخ السويسري. قيمته التسويقيه 2 مليون دولار، وهو ثالث اغلى لعيب داخل الفرقه. ليه بقى؟ لانه بيلعب في 4 مراكز في الفرقه، المهاجم الصريح ومهاجم متاخر من القلب ومهاجم طرف ايمن ومهاجم طرف ايسر. اللعيب ده قوي جدا في الخط الامامي، عشان كده كولر عايزه لانه بيشكل عبء قوي جدا جدا على اي فرقه بتقابله، لانه بيلعب في كل المراكز وبيلعب باليمين والشمال. اللعيب ده بدا فين بالظبط بقى؟ الفرق اللي لعب فيها، اول فرقه لعب فيها هو ستاندر ليج البلجيكي في 2015، ثاني فرقه لعب فيها هو تحديدا نيمينيخ الهولندي في 2018، ثالث فريق بقى هو تحديدا نادي زيورخ السويسري في 2022. حجم مشاركاته بقى مع نادي زيورخ بالظبط، لعب مع الفرقه بتاع زيورخ السويسري 78 لقاء، احرز فيهم 20 هدف وصنع فيهم 6 اهداف، يعني باجمالي 26 مساهمه تهديفيه. مع نادي نيمينيخ بقى خلال الفتره من 2018 ل 2021 لعب بالظبط كام؟ 100 تحديدا 138 لقاء، احرز فيهم 36 هدف وصنع فيهم 31 هدف، يعني بمعنى اصح 67 مساهمه تهديفيه.
قوه هايله جدا من اللعيب، قوه تفجيريه في الخط الامامي. اللعيب ده بقى البطولات اللي حصل عليها خلال مده مشاركاته دي، احرز بالظبط تحديدا كاس بلجيكا مع نادي بالظبط ستاندر ليج في 2015 2016. اللعيب ده بقى عقده ممتد مع نادي زيورخ السويسري لحد 2025. لو جينا بقى تحدثنا عن تاني اهتمامات النادي الاهلي، هو اللعيب كيفن كارلوس نجم نادي ايفردون السويسري صاحب ال 23 عام اللي بيحمل الجنسيه الاسبانيه ولكنه من اصول نيجيريه، طوله 188 سم وبيحمل رقم 11 في نادي ايفردون السويسري. اللعيب ده قيمته التسويقيه 2 مليون دولار. اللعيب ده بدا بالظبط في نادي هويسكا بي في 2019 في دوري الدرجه الثانيه الاسباني، وتصعد للفريق الاول هويسكا في 2019 برضه في الدوري الاسباني الدرجه الثانيه. بعد كده اتنقل لنادي ريال بيتيس في 2023، نادي ريال بيتيس الاسباني في 2023 في الدرجه الاولى، وبعد كده اتنقل لنادي ايفردون السويسري في 2024. حجم مشاركات اللعيب ده مع ايفردون لعب بالظبط معاهم 24 لقاء في الدوري، احرز 14 هدف وصنع 4 اهداف. اللعيب ده هايل جدا، لعيب قوه متفجره جدا، لعيب هايل جدا. اللعيب ده عشان نبقى عارفين البطولات اللي احرزها مع نادي هويسكا في موسم 2019 2020 احرز دوري الدرجه الثانيه. اللعيب ده عقده ممتد تحديدا لشهر 6 2027 مع نادي ايفردون السويسري، وتحديدا وكيل كولر قال لك ان انا اقدر اخلص في اللعيب ده، اتمنى نخلص في اللعيب ده وندفع لهم الشرط الجزائي ونمضيه ان شاء الله، لان لعيب بحجمه وبالسن الصغير ده هيبقى قوه متفجره قدام، هداف الدوري السويسري حاليا، نتمنى ضمه للنادي الاهلي ان شاء الله. لو جينا بقى تحدثنا عن ثالث اهتمامات النادي الاهلي، هو اللعيب شامار نيشيلسون نجم نادي سبارتاك موسكو الروسي صاحب ال 27 عام اللي بيحمل الجنسيه الجامايكيه. اللعيب ده طوله 192 سم وبيرتدي رقم 11 في نادي سبارتاك موسكو الروسي. اللعيب ده هايل جدا وقوه تفجيريه، وكولر قال نخصص فلوسنا كلها ونحطها في اللعيب ده لان قيمته التسويقيه 5 مليون دولار. عايز تقول لي ان ما مضيناش ال 2 مليون دولار هنمضي الخمسه؟ والله ممكن نمضيه، بس لو فكرنا بالعقل وضخينا فلوسنا كلها في اللعيب ده زي ما كولر قال كده، هنتمنى ان احنا نجيب لعيب زي ده وهنخلص فيه وهنوقع. هي القصه كلها ان احنا حاطين سقف للفلوس، بس لعيب زي ده ب 5 مليون دولار لو بتتكلم في سقف، لا لازم تكسر السقف ده وتتخطى بقى وتخرج بره الصندوق وتمضي لعيب زي ده، لان هو ده المهاجم اللي يستاهل يلعب في كاس العالم 2025 بجانب وسام ابو علي. اللعيب ده بقى ايه بداياته بالظبط؟ بدا في الدوري البلجيكي في فريق اسمه تشارلوروا البلجيكي، بعد كده اتنقل فين بقى؟ نادي سبارتاك موسكو الروسي، بعد كده راح اعاره الفريق لكاليريمون الفرنسي في الدرجه الثانيه، بعد كده رجع تاني نادي سبارتاك موسكو الروسي تحديدا في يوم 1/7/2024. حجم مشاركاته مع الانديه بقى 210 مباراه، احرز فيهم 67 هدف وساهم فيهم في 22 اسيست. بحجم مشاركاته بقى مع منتخب جامايكا لعب 52 لقاء، احرز فيهم 19 وساهم فيهم وصنع ب8 اهداف. قوه تفجيريه، لعيب دولي بالطراز عالي، 52 لقاء دولي، حاجه هايله جدا ان لعيب يلعب في البطوله دي وبحجم المشاركات ده. لا لعيب دولي يستاهل يلعب، يكون فرود النادي الاهلي بقوه هايله جدا. اللعيب ده بقى البطولات اللي احرزها، احرز كاس روسيا مع فريق سبارتاك موسكو عام 2021 2022. نتمنى ان شاء الله ان اداره النادي الاهلي تخصص فلوسها وجهودها في اللعيب ده، لان هو ده اللي يستاهل كسنا وكطول وكحجم مشاركات وكدولي، لعيب من الطراز العالي. نتمنى اداره النادي الاهلي تخلص في اللعيب ده. وقبل ما انهي الحلقه معاكم احب اعرفكم ان لقاء المارد الاحمر القادم ان شاء الله هيكون في الدوري الممتاز يوم الاثنين الساعه 9 مع نادي بيراميدز. نتمنى ان شاء الله الانتصار الثاني للنادي الاهلي على نادي بيراميدز في الدوري باذن الله، ويقترب خطوه بخطوه من صداره الدوري والبطوله ال 44 في تاريخه ان شاء الله. حلقتنا خلصت بس اخبارنا ما انتهتش معاكم. اتمنى نعمل لايك للحلقه دي ونعمل شير في كل اماكن فضلا وليس امرا، بحيث ان يوصل صوتنا لاكبر عدد من المتابعين، ونعمل اشتراك في قناه اليوتيوب ومتابعه لصفحه الفيس ومتابعه لصفحه التيك توك. وشكرا لمتابعتكم لينا. قناه ابراهيم مشفاي.